يا مساء الخير، انا مرت والنهارده هعمل لكم الحواوشي او العيش باللحمه. وهيكون العجينه في البيت بمقادير مظبوطه جدا. من حوالي كيلو دقيق هنطلع من 14 ل 15 رغيف، وبنص كيلو من اللحمه المفرومه. هقول لكم ازاي العيش يطلع معاكم طري كده، ومش مكتوم ومش ناشف، ويفضل معاكم كمان لحد تاني يوم. فتابعوا الوصفه للاخر. دلوقتي معايا كوباية من المية الدافية. انا بحب اختمر الخميرة سوري، اختبر الخميرة الاول بره، ما احطهاش على الدقيق على طول. هحط على كوباية المية الدافية دي معلقة كبيرة من الخميرة الفورية او باكو كامل من الخميرة الفورية. هي لو معلقة تبقى معلقة هرمية مليانة شوية، فباكو الخميرة ده بيكون حوالي 11 جرام كده. ده بالنسبة لمقادير لكيلو دقيق. لو حابين طبعا تقسموا الكمية وتخلوها على نص كيلو دقيق، فهتعملوا من كل حاجة نص. هحط معلقة كبيرة كده من السكر، وبعد كده هقلب تقليبة بسيطة، وهغطي الطبق ده وهسيبه 5 دقايق كده لحد ما الخميرة تعمل المفعول بتاعها، والاقيها كده ضعفت حجمها. دلوقتي انا هغطي الطبق وهسيبه كده 5 دقايق. في عجانة بقى أو في طبق عندي يكون غويط شوية، هضيف كيلو من الدقيق، وهضيف عليه معلقة صغيرة من الملح. بيفضل نستعمل الدقيق الخاص بالخبز أو المعجنات. وهحتاج كمان لكوباية زبادي. وكل اللي ما استعملته مثلا الكمية أكبر من الزبادي، أنا استعملت كوباية صغيرة. بيبقى حلو وبيدي طراوة حلوة جدا للعيش، وهتلاقوه طري معاكم. فالزبادي أنا شايفاه مهم في الوصفة دي. عايزين تستغنوا عنه مفيش مشكلة، بس أنا بالنسبة لي بيدي طراوة حلوة قوي في العجينة. وبعد كده هضيف نص كوباية من الزيت، بالظبط يعني هي نص كوباية بالظبط. وبعد كده هحضر بقى جنبي مية دافية عشان خاطر العجن، وبما ان انواع الدقيق بتختلف فاحنا هنضيف المية بالتدريج. ده اولا الخليط اللي احنا كنا سايبينه في اول الفيديو اللي هو كان فيه الخميرة. وبعد كده هبتدي ان انا هشغل العجان. بس قبل ما اشغله او قبل ما اشتغل بايدي يعني، هقلب الاول المكونات مع بعض، واضيف شوية مية علشان هعجن بيهم في الاول. فانا ضفت في الاول كوباية مية دافية اللي هي هضيفها دلوقتي. انا الكوبايه ضفتها بالتدريج، يعني ضفتهاش مره واحده. وبعد ما عجنت شويه لقيت لسه العجينه قاسيه، فهكمل بقى بقيه الميه. يبقى انا كده ضفت كوبايه الميه كامله. واستعملنا في الاول خالص كوبايه ميه دافيه مع الخميره، يبقى لحد دلوقتي احنا ضايفين كوبايتين ميه. وشويه قدام هضيف نص كوبايه كمان، فتقريبا الوصفه كلها على بعضها احتاجت كوبايتين ونص من الميه. بس زي ما بقول لكم، واحنا بنعجن المية ممكن تزيد او تقل شوية. فانتوا ثابت معاكم كوباية في الاول مع الخميرة، وكوباية التانية النص بقى اللي انا ضفته ده ممكن تحتاجوه ازيد او اقل شوية. هعجنها وهسيبها بقى تختمر حوالي كده ساعة. دلوقتي بقى في الكبة، او لو حابين تقطعوا على ايديكم، فانا هنا معايا على نص كيلو اللحمة المفرومة حوالي بصلة كبيرة، ومعاها بصلة كمان صغيرة شوية، وواحدة فلفل اخضر حجمها كبير شوية، وحطيت ربع فلفل يعني ايه اللي هو الشطة، لو ممكن تستغنوا عنه لو عاوزين. هضربهم بقى وافرمهم على قد ما اقدر يكونوا ناعمين شوية، ولو هتقطعوهم على ايديكم فقطعوها حتت صغيرة. انا فرمته كده انا فرمته كده ناعم بالشكل ده. دلوقتي هضيف البصل والفلفل في الطبق اللي انا بقى هحط فيه اللحمه المفرومه.
هاتي امسكي ده كده، بس خليكي موقفاه. دلوقتي بقى معايا البهارات، فانا معايا ملح، فلفل اسمر شويه كده يكونوا حلوين، وكزبره، ورشه من الجنزبيل بتدي طعم حلو قوي. انا مش هضيف بهارات زياده، لو عايزين تضيفوا بهارات لحمه او 7 بهارات مفيش مشكله، بس انا هكتفي بدول. ضيفيهم يا فوفا. وكمان هضيف بقدونس. في ناس كمان بتضيف قطع صغيرة من الطماطم، بس انا مش بحب بصراحة الطماطم في الحواوشي، فانا هكتفي بده. لو حابين تضيفوا طماطم فتمام مفيش مشكلة. هقلب الاول الخضرة مع البصل قبل ما اضيف اللحمة. هفركهم كويس بايدي عشان اتأكد ان كل المكونات اندمجت مع الملح والبهارات. من اللحمة المفرومة يعني نص كيلو من اللحمة المفرومة. هنحطها كلها ونبتدي ان احنا بقى نعجن اللحمة المفرومة كويس مع الخضار. ويفضل يكون اللحمة المفرومة فيها نسبة دهون، ولو ما فيهاش ما فيش مشكلة يعني، بس يفضل ان هو يكون فيها نسبة من الدهون. بصوا بقى ده شكل العجينة، شايفين ازاي حجمها اتضاعف وخمرت كويس قوي. انا سبتها حوالي كده يعني ساعة ونص يعني. فدلوقتي انا بقى هطلع العجينة او من وهي في الطبق عادي كده، وابتدي ان انا بقى اقرصها واقسمها. طبعا حجم الكورة زي ما تحبوا، حابين تخلوا الرغيف صغير او كبير شوية. انا هعمل الرغيف اللي هو شكل النص رغيف ده، مش ان هو المدور، انا بحب شكل النص رغيف اكتر. هبتدي كده اخد كل واحدة واكورها بالشكل ده واحطها على جنب. دلوقتي انا قسمت العجين فطلع معايا، هاتي فوفا كده تمام. ده طبعا عمال فلومينا، طلع معايا 14 واحد، يعني يبقى 14 رغيف. وانا كمان يعني مكبره كمان حجمه شويه، يعني ممكن كمان يطلع معاكم اكتر من كده. زي ما قسمت العجين وهسيبه كده برضو يرتاح شويه كده على جنب، هقسم برضو اللحمه لحوالي برضو 14 دايره. 14 دايرة ازاي؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 19 80 50. برضو هخليه كده دي واحد. انا بصي اعمل ايديا مثلا. دلوقتي دول طلعوا معايا 13 كوره كده. الرغيف الزيادة ده بقى هحشيه سكر، بيبقى عيش بسكر، بيبقى طعمه جميل قوي. كانت زمان ماما بتعملهولي. دلوقتي العجين ده انا هغطيه علشان لما اجي اخد كل كوره عبال ما اخلصها ما ينشفش، وكمان يختمر حبه كمان كويسين. دلوقتي بقى هرش شويه دقيق بالشكل ده. وطبعا انا مجهزه الصواني ومدهونه زيت، وممكن تحطوها على صاجة الفرن الكبيره وفي نفس الوقت تكون مدهونه زيت. دلوقتي انا هعمل العجينه كده تكون شكل دائري شويه. هتبقى بالشكل ده. هجيب بقى كرة اللحمة كده وافردها في العجينة، ما اقربش شوية ناحية الاطراف عشان لما اجي اقفلها، بس هوزع العجينة كده كويس. زي ما انتم شايفين يعني كرة اللحمة ممكن تبان صغيرة، بس فرشت في العجينة كلها. والاحسن ان احنا ما نعملش طبقة كبيرة، يعني ما نقللش كمية اللحمة عشان نملى الرغيف، عشان برضو نضمن انها تستوي كويس من جوه. فاحنا نوزعها ونبططها بالشكل ده كده.
وبعد كده هنجيب الطرف ده على الطرف ده، هضغط الاول على الاطراف بالشكل ده، وبعد كده هقفلها اعملها شبه الضفيرة كده. واتأكد ان انا ضغطة كويس بالشكل ده كده. كده بقى عندنا الرغيف شكله جميل كده وطري قوي. هرصه بقى في الصينية. لحد دلوقتي انا عملت صينيتين، وطبعا ايه لسه هكمل الباقي. بالنسبة للوش ممكن تدهنوه شوية بيض بحليب، لو مفيش بيض فدهنوه بحليب بس. انا بالنسبة لي برضو هدهنه ايه بحليب بس، وهرش عليه شوية سمسم، وممكن ترش عليه سمسم وحبة البركة او حبة البركة بس، او ما ترشوش عليه حاجة خالص. وانا حاليا بسخن الفرن بقالي 5 دقايق قبل ما ادخل فيه الصواني، وهدخله في الرف اللي هو في النص على الشبكة على درجة حرارة يعني ايه متوسطة مايلة للعالية شوية. وانا هنا بدهن الوش باللبن. هرش شوية سمسم عشان انا بحب اوي السمسم في المعجنات. وهطبطب بس بايدي كده علشان السمسم يلزق على العجينة. دي كده اول صينية معايا، والصينية التانية نفس الكلام برضو. وهياخد في الفرن حوالي كده 20 دقيقة او اقل شوية، انتوا راقبوه، واول ما يطلع غطوه بفوطة شوية.